شفت لما فتحوا اوردر التليفونات ده لقوا فيه ايه؟ شوف كده. افتح صور يا اسطى، صور وخليني بس. استنى انا عايز اقول لك على حاجه. طلع اقول لك هو يشوف وانت بتفتح وهي مقفوله ازاي. استنى اوريك يا عبده. صور ده. احنا خلي بالك انا عايز اوريك حاجه. بص انا فاهم. بص يا اخواتي. بص ده اللوجو الشركه. ثواني اصبر بقى. ده لوجو الشركه مقفول ازاي. بصوا مقفول ازاي اهو. ده جبنا تليفون شحن اتضحك علينا مقفول اهو. بص كيس اهو. افتح اصبر بقى عشان ما باين قدام التليفون بقى. السربعة عشان ننجز بقى. نفس الاجين نفس الموضوع. يا دلوقتي ده ما اقول لك يا صاحبي لا تعالى. لا انا روح مشوارك وتعالى وهو هيجي يا حاج. بص يا اخواتي احلى كيس ملح ده ولا ايه؟ دي هديه. علبة فاضية يا جدعان. ثواني اصبر. طلع براحتك واحدة يا عم انا هعملها في هم عايزين يأخروه. عايزين ننجز. عايزين نعطلك انت بره. عطلتك كلها يا عم. لا عادي. احلى علبه فاضيه. اول علبة فاضية يا جدعان. احلى علبه فاضيه. ربنا. احلى كيس ملح هتاخده تدي لامك ب 5000 جنيه. 6400 كيس ملح. راجل مصدوم. استنى بس لما نشوف العلبة. يصبر رسول الله ما اعرف. كيس ملح يا اخواتي اهو. كيس ملح بكام يا جماعه؟ ب 6000 جنيه. ده كيس ملح 6000 جنيه يا جماعه. حد يعرف اسم الداخليه اهو الوزاره ويعرفهم بقى اسم اللوجو بتاع الشركه اهو يا اخواتي اهو. من على النت. دي تالت مره دافعين 10000 جنيه وبعد كده ب 5000 جنيه. دي تالت مره يا جماعه. الحقونا اهو. وزاره الداخليه المفروض تعرف بالموضوع ده. رحنا الاسم 100 مره قال لك ما نعرفش. قال لك روح اعمل اي حاجه مالناش دعوه. ده واقع اهي. اقفل طبعا. نصيحة: إذا طلبت أي حاجة أونلاين ما تدفعش فلوس قبل ما تستلم الشحن، وإذا طلب منك المندوب إنك ما تفتحش الشحنة وتدفع الفلوس ارفض وخليه يرجع بيها. ما تشتريش سمك في مية. افتح شحنتك واستلم الحاجة اللي طلبتها سليمة وبعدها ادفع. لو الأوردر غلط ما تدفعش ورجعه، هو اللي يحاسب على مصاريف الشحن.